اسمعوا بس التكة دي تكة الأمان اللي تقدري تخليكي تحفظي البطرمانات أطول فترة ممكنة برا التلاجة. سامعين التكة؟ شايفين القوام يا بنات؟ لو الحلقة دي عجبتكم متنسوش الشير واللايك وكومنت حلو تحت الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ لو أول مرة تشوفوا فيديوهاتي متنسوش الشير واللايك وكومنت حلو تحت الفيديو. يلا تعالوا نعمل مع بعض صلصة طماطم زي اللي بنجيبها من بره كمان، واحلى وانضف وقيمة غذائية عالية قوي يا بنات. طبعا في المصانع مش بيهتموا لا بنظافة الطماطم ولا بيهتموا بالقيمة الغذائية اصلا، وبتبقى مليانة الوان صناعية. انا معايا كمية من الطماطم، والطماطم اليومين دول رخيصة، دول 5 كيلو من الطماطم جايباهم ب15 جنيه. قولولي عندكم الطماطم بكام؟ خدتهم غسلتهم كده وهم زي الفل، وحطيتهم على النار، عليت اول ربع ساعة لحد ما طلعت ميتها، بعد كده كشفت الغطا وسبتها لحد ما نشفت وبقت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. الطماطم مستويه، كمان حطيت على نص بنجرايه عشان اللون بيعلي اللون، وكمان هتعلي معانا القيمه الغذائيه. لكن يا بنات لو انتم لكن بتاعه بره دايما بيحطوا فيها الوان صناعيه، لكن دي احنا حاطين فيها البنجر، حاطين فيها نص بنجرايه تظبط معانا لون الطماطم. هي اصلا الطماطم كمان كانت حمرا. بعد ما اتسلقت معايا كويس وسبتها لما نشفت ميتها، خدتها ضربتها كده، وطبعا صفيتها في صينيه واسعه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. خدتها صفتها كويس. ودي بالكم ان الخلاط بتاع سوكاني ده مش يعني شايفين انا بعد ما صفيتها ما طلعش منها حاجه، بس انا بصفيها برضو زياده امان. بجد الخلاط ده تحفة يا بنات، اللي بتفكر تشتري خلاط جديد انا انصحها بده. بعد ما حطيتها في صينية حطيتها نص ساعة انا حطيتها نص ساعة في البوتاجاز من تحت، او 3/4 ساعة بالكتير. عليت عليها النار لحد ما السوائل خرجت منها. ما تحطهاش تاني على البوتاجاز لانها هتطرطش صلصة وهتبهدلك البوتاجاز وهتبهدل الدنيا، لكن في الفرن هتطلع الصلصة بتاعتها. وده كان قوامها زي ما انتوا شايفين، مفيش فيها مية، تعملي خط من النص ما ترجعش تاني، مفيش فيها اي مية خالص، وزيها زي بتاعت بره بالظبط يا بنات. كل اللي انا عايزاه منكم كمان تحطوا معلقه سكر معاها، عشان السكر ده بيبقى ماده حافظه. شايفين البطرمانات قد ايه جميله. بعد كده بعد ما مليت البطرمانات النظيفه المغسوله بميه سخنه ومصفيه كده وحطيناها تنشف في الشمس، هنبدا ناخدهم كده في حله، هنحط كده فيها فوطة عشان البطرمانات ما تطفش من المية او ما تطلع، يعني ما تطرش كده من المية. حط فوطة في قعر الحلة كده زي ما انتوا شايفين. هنرص فيها البطرمانات وهنحط فيها مية لحد قبل الغطا بشوية، يعني هنقعد نملاها مية كده لحد قبل الغطا بشوية. هنسيبها نص ساعة بالظبط تقلب على النار في المية، نص ساعة بالظبط يا بنات مش اكتر. هنقفل عليها ونسيبها تبرد، وبعد كده ناخد البطرمانات نقلبها على وشها ونسيبها لحد تاني يوم الصبح بقى. طبعا تقدري الصلصة دي تقدري ان انت تسيبيها بره متخزنة بال3 شهور، بس الارجح انك تحطها في التلاجة. بس انت برضو لو سبتيها بره التلاجة زي بتاعت بره مش هيجرى لها حاجة. هنضغط على الغطا كده مش هتلاقي صوت هوا، مش هتلاقي صوت تكتكة زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى اللون والقوام زي بتاعت بره بالظبط يا بنات. سبتهم لحد ما بردوا، وتاني يوم الصبح قمت بقى. عايزه اقول لكم ان انا سبتها بعدها كمان والله 3 ايام بره التلاجة وما جرالهاش اي حاجه وبستعملها. بس مجرد ما تفتحيها تاخدي منها بس بمعلقه نظيفه. عايزاكم بس تسمعوا التكه دي. سامعين؟ شايفين القوام؟ شايفين السمك بتاع الصلصه؟ بجد يا بنات زي بتاعت بره. كل القصه بس ان انت عشان تفضل معاكي اطول فتره ممكنه، ان انت لما تيجي تاخدي منها تاخدي بمعلقه نظيفه وكمان ناشفه، لان لو نزل فيها ميه او خدت معلقه عليها بواقي طعام هتعمل لك عفونه على الوش. ما تنسوش الشير واللايك وكومنت.